رأيي الشخصي كمذيع رياضي أشوف أنها من أنجح الصفقات اللي صارت في عالم كرة القدم على مستوى الخليج العربي، على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى آسيا. اثنين، المستفيد من صفقة كريستيانو رونالدو مش نادي النصر بروحه. نادي النصر أكيد استفادات عظيمة وكبيرة راح تكون له حتى على مستوى الأداء الفني وغيره، لكن بعد السعودية راح تكون مستفيدة بشكل أكبر. ولازم احنا نظرتنا ما نقول والله كريستيانو رونالدو وراح نادي النصر وان المبلغ هذا كبير. هذا مش مبلغ كبير في عالم الترويج، الترويج للدولة، الترويج السياحة الرياضية، الترويج السياحة داخل الدولة، الترويج للطموحات الكبيرة اللي احنا قاعد نشوفها اصلا في السعودية من خلال الاعلان عن المشاريع الكبيرة والضخمة. السعودية لها توجهات ولها فكر. فكر السعودية هو الارتقاء بمسابقات المحلية، واثنين المنافسة حتى على مستوى العالمية، ثلاثة فكر استضافة كبرى البطولات، ومن ضمنها الآن التفكير استضافة كأس العالم 2030 أو النية. كريستيانو رونالدو اليوم ما راح يكون والله بس قصة إنه لاعب محترف في نادي النصر. أنا أكلمكم عن رأيي الشخصي. طبيعي إن كريستيانو رونالدو راح يكون له دور في عملية الترويج، عملية تأييد الصفقة أو الملف السعودي لاستضافة كأس العالم. السعودية من خلال صفقة كريستيانو رونالدو أكيد أن في أندية ثانية بعد راح تستفيد في السعودية، مثل الهلال، مثل الأهلي، مثل الاتحاد، مثل حتى الشباب. كل الأندية تقريبا بيستفيدون في السعودية فعليا. الدوري السعودي الآن راح يكون ملفت للانتباه أكثر مما سبق. إذا احنا نتكلم عن الدوري السعودي هنا تقريبا هو الأفضل في آسيا أو من أفضل الدوريات في آسيا، فالمكتسبات وايد كبيرة. ونقول مبروك نادي النصر، هذه الصفقة صفقة عالمية بكل معنى الكلمة. لو تروحون اليوم حق محركات البحث، الجميع صار له فترة يدور على كلمة النادي النصر السعودي، ولاحظوا عقب كلمة النصر السعودي. ولما نقول كلمة السعودي يعني شوفوا اليوم كم واحد بحث عن اسم المملكة العربية السعودية، كم واحد بدأ يفكر انه يزور السعودية، كم واحد بدأ يفكر او يسأل عن فنادق في السعودية، كم قناة تلفزيونية او صحفي او اعلامي او مهتم ناشط في مجال كرة القدم بدأ يفكر ان الان يركب طيارة. كريستيانو رونالدو يا جماعة الخير من اعظم لاعبين كرة القدم. تخيل كم طفل، كم لاعب يافع صغير شاب مغرم في شيء اسمه فن ولعب كريستيانو رونالدو. كم واحد يعتبر هذا الأسطورة قدوة بالنسبة له في عالم كرة القدم. ما تتخيلون حجم اللاعبين اليوم اللي ممكن يستفيدون في السعودية أو في المنطقة في الخليج عندنا. صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، اللي فكر في الصفقة ومهندس الصفقة واللي عطى الموافقة على إتمام هذه الصفقة، نظرته مش نظرة كرة قدم أبدا، ولا موضوع نادي على حساب نادي أو دوري فقط. نظرته وايد بعيدة بعيدة بعيدة. قاعد يفكر في دولة، وقاعد يفكر في سمعة، وقاعد يفكر في مشاريع كبيرة وضخمة. لأني أنا على يقين ومتأكد أن الكثير من الدوريات على مستوى العالم، خذها من أمريكا، خذها إلى أوروبا، خذها إلى شرق آسيا في الصين ولا اليابان ولا الدوريات الأوروبية، سعوا بكل تأكيد أنهم يتعاقدون مع كريستيانو رونالدو. وأن كريستيانو رونالدو يختار السعودية الاحتراف فيها، صدقوني هذا بحد ذاته، وانتظروها على المدى البعيد شوفوا مكاسبها شو راح تكون. عموما مبروك نادي النصر صفقة كريستيانو رونالدو، مبروك للمملكة العربية السعودية الأسرة الرياضية هذه الصفقة، مبروك للترويج السياحي، مبروك للفكر. ما عليك زود يا أخوي. مبروك للكرة في الخليج عندنا، لأن ممكن الحين حتى الأندية الخليجية تبتدي تفكر نفس التفكير، لأنني أنا أجلب لاعبين كبار على مستوى الأسطورة كريستيانو رونالدو، معناته هو مكسب لدورياتنا